دايما لما بنقابل عميل وعايز اقنعه ببيعه، العميل بيرجع لي بشويه اعتراضات، صح؟ خدوا بالكم بقى من معالجه الاعتراضات دي، بتبقى فعلا فن. شطارتك انك تطلع الاعتراض الحقيقي من بق الكاستمر. العميل مش هيقول لك كل الاعتراضات ويبقى صريح معاك 100%، هيديك 3 4. لازم تستشعر هم 3 4 دول بجد ولا في حاجات تانية هو مش قادر يقولها او مش عايز يقولها. شطارتك في حاجتين بقى، لازم تطلع الاعتراضات دي وتفهمها كويس قوي وتعمل لها ايزوليشن، يعني تحطها كده جوه دايره ونطلعها على الترابيزه نتكلم عليها ونحيدها. طب هنعملها ازاي؟ لو انا بقول لك انا معترض على 1 2 3، انا كالنهارده كعمرو بقى هقول له ايه؟ اقول له طيب بص، انا حاسس اللي انت بتقوله لانه زمان كان في كذا وكذا وكذا وعالجناها بكذا. انا هنا عملت حاجتين. عملت ايه؟ اولا امنت على كلامه فانا مش بريزيست. طب تاني حاجه ان انا حطيت المشكله دي كلها في خبر كان، انا رجعت المشكله دي انها مشكله قديمه مش مشكله حاليه موجوده، انا امنت على كلامك ودي كانت مشكله قديمه وحليناها، مش وليها حل وحليناها. فانا حطيت الاعتراض ده كله في ايه؟ في الماضي.